نشر موقع ويكيليكس وثيقة أمريكية سرية تتضمن جملة من المواقف عبر عنها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال لقاء جمعه في تونس العاصمة بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق ديفيد ويلش في 28 من فبراير من عام 2008. وفقا لهذه الوثيقة المؤرخة في 3 من مارس من العام نفسه، فإن الرئيس بن علي يكون قد حمل الجزائر المسؤولية كاملة عن الجمود الذي تشهده المنطقة المغاربية بسبب موقفها من ملف الصحراء الغربية. ووصف بن علي ذلك الملف بأنه معقد، وقال إن تسويته لا يمكن أن تتم عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما ينقل ديفيد ويلش عن الرئيس التونسي قوله إن على الجزائريين أن يقبلوا بحقيقة أنه لن تكون ثمة دولة مستقلة في الصحراء الغربية. ويكشف بن علي وفقا للوثيقة الأمريكية المسربة أنه حاول عقد اجتماع مغاربي حول نزاع الصحراء الغربية، لكن الجزائر امتنعت عن المشاركة بحجة أنه لم يكن ثمة ما يستدعي المناقشة. معنا من باريس الدكتور خطار بودياب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في باريس. دكتور، بداية نريد أن نعرف حسب توقعاتك وبشكل سريع ومختصر أي رد فعل يمكن أن يكون الليلة على هذه الاتهامات التونسية، أو على الأقل ما جاء على لسان الرئيس التونسي حسب وثيقة ويكيليكس بأن الجزائر هي التي تعطل العمل المغاربي. لتكوين رد فعل حقيقي يتوجب سماع الرأي التونسي. حتى الآن ليس هناك من تأكيد من تونس على هذا الكلام. في مطلق الأحوال إنها وجهة نظر إذا صحت، ووجهة نظر ربما تكون مرتبطة بفشل عقد لقاء وبفشل قيام اتحاد المغرب العربي نتيجة عقدة الصحراء. في هذا الموضوع بالذات زائر تونس يرى هناك مباني لهذا الاتحاد المغاربي العربي، وتونس دولة في وسط هذه المنطقة عولت الكثير على قيامه. بالطبع لا أخفي القول بأنه في مناسبات تاريخية أخرى عندما حاولت تونس في أيام الحبيب بورقيبة عقد وحدة مع الجماهيرية الليبية، حينها الجزائر بقيادة الرئيس أبو مدين عارضت ذلك بقوة. لكن الآن نحن نتحدث عن جزائر جديدة وفي عهد جديد، بغض النظر عن صحة ما يعتقده الرئيس التونسي قاله أم لم يقل. نود أن نفهم، هل يعقل أن يكون ملف واحد، ملف الصحراء الغربية، هو المعطل الرئيسي والوحيد في مسيرة الاتحاد المغاربي؟ أعتقد أن هناك ملفات أخرى غير معلنة، ربما حتى هناك ترسيم حدود بين دولة ودولة أخرى، لكن بالطبع من الناحية العملية نعم هذا الملف هو الذي يمنع التفاهم ما بين الجزائر والرباط، ويشكل عقبة كأداء تمنع هذه الدول. حصلت في الماضي مصالحة مهمة بين الشادي الرئيس الجزائري السابق الشادي بن جديد والملك الحسن الثاني، لكن لم يكن لها تتمات. كان من المعول أن تتم هذه المصالحة بعد إذن. على ما يبدو كلام الرئيس بن علي يعبر أيضا ربما عن خيبة أمل، عن إحباط نتيجة تعثر جهود كثيرة من قبل الدول المغاربية نفسها لحل هذا وأنت قد أشرت إلى الدول المغاربية نفسها. دكتور، هل تتحمل الجزائر المسؤولية وحدها؟ هل تتوفر باعتقادك إرادة سياسية حقيقية ولدى كل قيادات المغرب العربي لتحويل هذا المشروع، مشروع الاتحاد المغاربي، من حبر على ورق إلى واقع ملموس؟ بالطبع لا تتحمل الجزائر لوحدها المسؤولية. الجزائر دولة هامة جدا، ليس فقط في منطقة المغرب العربي بل في كل إفريقيا والعالم العربي، وكذلك المغرب. هناك شبه توازن استراتيجي بين البلدين، هناك مسؤولية على المغرب. أنا أقول نعم مع الرئيس بن علي الحق أن هذا الموضوع لا يحل فقط بقرارات دولية من فوق في مجلس الأمن، يحل بتسوية تاريخية بين الصحراويين والمغرب وبين المغرب والجزائر في آن معا. من دون هكذا تسوية ثلاثية الأبعاد وعبر إبداع سياسي لن يكون هناك من حل منظور، ولن يكون هناك من قيام للاتحاد المغاربي. إذا رأينا كيف يتجمع العالم، كيف ينجح حتى الاتحاد الإفريقي ولا ينجح الاتحاد المغاربي في تكوين سوق مغاربية وبناء رؤية للمستقبل، أعتبر أنه يحق إيجاد حل لموضوع الصحراء بشكل خلاق من أجل إنهاء هذا الموضوع وإعادة الاتحاد المغربي إلى الحياة. أشكرك جزيلا دكتور خطار بودياب الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من باريس.